فتوح يكتب نهايته مع الزمالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم ورب تكونوا بخير. أكلمكم على الموضوع دلوقتي اللي قلق الزملكاوية واخد اهتمام كل الزملكاوية، موضوع أحمد فتوح وموضوع الصور اللي اتسربت ليه من الساحل الشمالي في الحفلة بتاعت راغب علامة في الوقت اللي هو كان خرج من معسكر الفريق بسبب ان هو عنده ظرف قهري بسبب مرض خاله او عمه ايا كان، وان هو استأذن. وكده طلع كابتن عبد الناصر محمد امبارح مدير الكوره نفى موضوع ان يكون في اي خلاف او استبعاد، وقال لا ده هو مستأذن شخصيا مني علشان الظرف القهري اللي عنده، وان هو بعد ما هيرجع ان شاء الله المعسكر ليه برنامج مكثف عشان يعوض اللي هيعديه في فتره غيابه عن المعسكر. ونفاجأ كلنا بعد الكلام ده كله، رغم ان في وسائل اعلام تانية رددت ان في مشاكل وكده، وطبعا هي ليها هدف معين. ونفاجأ بعد كده ان هو بعد كل الكلام اللي اتقال ده يتسرب له صور هو وامام عاشور في الساحل الشمالي في حفلة راغب علامة، وطبعا حفلة قعدت للفجر، وحفلة يعني كانت احنا عارفين الحفلات دي بيبقى شكلها ايه وكده. وطبعا انت كلاعب في معسكر وبتحافظ على وليك لايف ستايل معين، سواء في التغذية سواء في النوم سواء يتعارض مع انك تحضر حاجة زي دي، حتى لو كنت في اجازة، حتى لو كنت في اجازة يوم او يومين مش في اجازة كاملة. فطبعا اللي حصل ده امبارح هو كده حط جون ادوارد وحط مجلس ادارة الزمالك وحط المدير الفني وحط الكابتن عبد الناصر محمد، حطهم كلهم في اختبار، واختبار مهم جدا جدا جدا، يا ينجحوا فيه يا خلاص يا الدنيا يا الدنيا بعد كده هتبوظ منهم. انا في رايي الشخصي ان احمد فتوح بامانه يعني استنفذ كل الطرق واستنفذ كل طرق الاصلاح وكل طرق التقويم من زمان قوي بقى، من قصه ماتش زد لو انتوا فاكرين، ومن قصص قبليها، وبعدين قصه حادثه الساحل الشمالي اللي ربنا سترها معاه فيها والله يرحم اللي توفى فيها، وغيرها وغيرها وغيرها. فانا دلوقتي انا بقول نداء لاداره الزمالك ونداء لجون ادوارد ونداء لكل القائمين على ملف كره القدم بالزمالك. احمد فتوح لو هيكسبك كاس العالم مشي، احمد فتوح لو عاوز تحافظ على الفرقه وعلى كيانها مشي، واحنا كلنا مستبشرين خير بحته ان الفرقه اللي انا في تاريخي كله ان انا قديم جدا بتفرج على الزمالك من زمان جدا، اول مره الاقي الزمالك ما بيخرجش منه اخبار، وان الزمالك حاصل فعلا مقفول عليه بجد، مش مقفول عليه كلام، ومحدش بيعرف اي حاجه، وبتلاقي الصفقه بتفاجأ بيها ما بتعرفش اي حاجه عن اللي بيحصل. فعلشان تحافظ على البدايه والارضيه اللي انت عملتها والبدايه السليمه اللي انت بتعملها، لازم احمد فتوح يمشي من الفريق، لازم يمشي من الفريق عشان هو لوحده، عشان كمان تحافظ على الفريق كله، عشان تحافظ على زمايله. وازيدك من الشعر بيت، واحمد فتوح ورفقاء احمد فتوح في المشاوير ديت وفي الاتجاهات ديت، مش رفقائه امبارح، رفقائه قبل كده، واحنا عارفين انا بتكلم عن مين. على فكره انا مش هقول اللعيبه كلها ملايكه واللعيبه كلها حلوه والبني ادمين لا، ما هو طبعا كل انسان يعني دي نفس بشريه، وممكن الانسان يحصل منه اي حاجه، بس اللي عنده السلوك ده على طول متكرر، واللي عنده السلوك ده بقى طبيعه في شخصيته، ده لازم تخلص منه. وانا افتكر كلمه كده سمعتها من الكابتن محمود بكر رحمه الله عليه، الراجل العظيم، معلم الرياضي العظيم، ورئيس نادي الاولمبي السابق وعضو اتحاد الكوره، وكان مدرب وحكم. فبيحكي ان هو في بدايه ما بطل كوره وفي بدايه الدورات التدريبيه اللي خدها كان بيحضرهم كرامر يعني خبير الكروي الالماني العظيم جدا. فمن اول نصيحه قالها لهم، قال لهم لما تلاقي في الناشئين لعيب سلوكياته مش كويسه، ان شاء الله هو احسن لعيب عندك واحرف لعيب عندك، بطلوا كوره. طب ليه يا كابتن وليه يا مستر كرامر نبطلوا كوره؟ قال لانه عمره ما هيتقوم، خلاص ده طبع شخص فيه وهو عمره ما هيتقوم. واظن احنا تجاربنا مع فتوح باينه قوي قبل كده، وشفنا ان فتوح يعني ربنا اداله موهبه كبيره جدا، وهو ضيعها يعني هو ضيعها بنفسه وبمزاجه. على فكره احمد فتوح لعيب موهوب جدا، بس انت لو دورت في تاريخه هتلاقي 3 4 ماتشات من ضمنهم مع المنتخب ماتش المغرب لما لعب على اشرف حكيمي. بس شوف فتوح فين دلوقتي واشرف حكيمي فين. اشرف حكيمي دلوقتي داخل في التوب 5 او التوب 3 في احسن لعيبه العالم مش افريقيا، وكسبان كل حاجه
باريس سان جيرمان، وهو المحور الاداء وهو اهم نجوم باريس سان جيرمان. وشوف احمد فتوح دلوقتي فين. ده الفرق بين لعيب وبين لعيب، بين عقليه وبين عقليه. فهو احمد فتوح قلت لعب كام ماتش اللي هو اداهم اداء كويس جدا، سواء مع المنتخب ماتش المغرب، ماتش ليبيا، مع الزمالك ماتشين ثلاثه، وبعد كده احمد فتوح على طول اصاباته العضليه كتير جدا. احمد فتوح تكوينه العضلي اصلا مش هيخليه يستمر في الملاعب فتره كبيره. الكتله العضليه بتاعته ضعيفه جدا، ما بيشتغلش على نفسه كويس جدا، اللايف ستايل بتاعه قليل جدا. فانت بالمنظر ده ده اللي احنا شايفينه اصاباته كتيره جدا. فبالمنظر ده وباللي احنا شايفينه كده من احمد فتوح، شكرا جزيلا، الف شكر. مشيه ايا كان، يروح مين، يروح للمنافس، يروح لاي حد، ولا تفرق معانا. يبقى هديه، حتى ادينا لهم هديه لاي حد يروح له، وهو اللي عاوز يقبل الهديه يقبلها. انا في رايي احمد فتوح كده خلاص، عشان تحافظ على بقيه الفريق. احنا بني ادمين واحنا بشر، وشايفين قدامنا اهوت لما دخل لعيب بعقد كبير جدا ايه اللي حصل هناك، والنفس البشريه. ما مش هنقول ان الموضوع يعدي كده، وان الموضوع ان كل واحد في حاله، ومش كل، لا، ما فيش حاجه اسمها كل واحد في حاله. احنا اتعلمنا، ولازم الالتزام. انت بتشغل تيم وورك، لازم قبل اي حاجه ترسي المبادئ، ترسي القيم، ترسي المبادئ بتاعتك وتمشيها وتنفذ فعلا، مش كلام بس، وبعد كده ربنا يسهل. فلازم احمد فتوح دلوقتي يستنفذ كل الطرق. لازم احمد فتوح لازم يستبعد حتى وايا كانت الخسائر بتاعته. انا ده رايي الشخصي بعد اللي حصل ده، وبعد التكرار تكرار تكرار تكرار. طبعا احنا مش بنقول من اول مره ماشي احمد فتوح ونبقى احنا ظلمناه كده، ده احنا مش من اول مره، ده شوف المره الكام ومفيش فايده. فما فيش فايده يعني، لان دلوقتي لو ما خدش العقوبه بتاعته، هو طبعا خد عقوبه دلوقتي مليون جنيه، 12 دلوقتي ان خد عقوبه مليون جنيه وتحول خصم مليون جنيه وتحول للتحقيق. بس انا في رايي لازم يمشي بالفريق، عشان زمايله اللي قاعدين بيتي، اللي هم في معسكر تدريبي دلوقتي، وبيناموا بميعاد وبياكلوا بميعاد وبياكلوا بسعرات حراريه معينه، وعايشين حياه مقفولين عن الدنيا بحالها، وهو سهران كده. لو الموضوع ده عدى هيبقى نفسيه زمايله عامله ازاي؟ طب ما هو احنا بني ادمين، ما هو الشيطان هيلعب في دماغ كل واحد، وممكن يفكر يعمل زيه، وممكن غيره يتمرد، ويحصل تمردات كتير جدا، ويحصل تمرد كبير جدا، ويحصل مشاكل كتير جدا. فعشان درء المشاكل دي كلها وتنهي المشاكل دي كلها، لازم يكون احمد فتوح بره الفريق. احمد فتوح انتهى كده خلاص. انا في رايي الشخصي انا مش متقبله، وناس كتير جدا من الزملكاويه مش متقبلينه. اللعيب احنا يعني يا اخي حتى اتعلم من اللعيب اللي انت بتلعب مكانه، اللي لسه معتزل، الاسطوره محمد عبد الشافي. شوف انت فين وهو فين، للاسف رغم موهبتك الكبيره جدا اللي انا معترف بيها، اللي هي من اهم المواهب اللي جت في المكان ده، وجت في مصر بحالها في مكان الظهير الايسر. بس للاسف العقليه مفيش فايده فيها. انت دلوقتي احمد فتوح عدى 27 سنه وداخل في 28 سنه، ما قداموش كتير في الملعب بسبب حياته ديت، وبسبب التزامه، وبسبب اللايف ستايل بتاعه. بس بعيد عن فاضله ومش فاضله، شكرا جزيلا كده. واداره الزمالك خد الموقف، وجون ادوارد خد الموقف وما يهمكش، خد الموقف وما يهمك. الموقف ده هيعيشك فتره كبيره جدا في التزام وانضباط مع الفريق. خد الموقف ده. المواقف الحاسمه هي اللي بتبني، المواقف الحاسمه هي اللي بتنجح، المواقف الحاسمه هي سبيل وطريق النجاح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.